السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي طلبة تانية ثانوي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الترم التاني بداية كويسة بإذن الله. دي المحاضرة الأولى في منهج الترم التاني، ودي محتوى المحاضرة. ركز في الصورة كويس عشان ده هنشرحه بالخطوات. بالنسبة للعنصر رقم 5، ازاي احدد الذرة المركزية، هتلاقيني سيب لك الفيديو في 4 دقايق بالظبط شرحهولك، هتلاقي اللينك في الوصف. وانواع الروابط هنشرحها في فيديو لوحدها. ورقة وقلم وسم الله، ويلا بينا نبدأ المحاضرة بتاعتنا. التفاعل الكيميائي. مفهوم التفاعل ايه؟ الكيميائي. التفاعل الكيميائي. يعني ايه تفاعل كيميائي؟ والله يا حبيب قلبي احنا خدنا الكلام ده. هقول لك التعريف وبعد كده اديك مثال، او عادي ناخد مثال وبعد كده نشرح براحتنا التعريف، نحط التعريف. بيقول لك لو معاك انت مثلا كوب كده، كوب من الشاي كده، تمام يا غالي؟ ده كوب، ومعاك هنا شاي، معاك هنا جوه شاي. حلو، بالراحه بس. الشاي اللي انت حاطه هنا ده بتحط عليه سكر اهو، يبقى شاي وسكر. والله شاي مع سكر، علشان يطلع لي انا في النهايه شاي اشربه لازم احط عليها ميه سخنه، لازم. يبقى شاي مع سكر انا بسميهم متفاعلات. طيب هيطلع لي لما يتفاعلوا مع بعض، هيطلع لي حاجه اسمها نواتج. نون، رمزها نون يعني نواتج. ايه النواتج دي؟ ده هيطلع لي يا حبيب قلبي في الكوبايه هنا على طول بقى مش شاي وسكر، لا، ده هيطلع لي هنا شاي يتشرب، حاجه اشربها. طب بالراحه بقى، هل ده كان هيطلع معايا الا لو انا كسرت الروابط اللي بين جزيئات السكر وبين جزيئات الشاي؟ لا والله. يعني انا لازم احط حاجه تحفز ان السكر يتفاعل مع الشاي عشان يتخلطوا مع بعض ويطلع لي شاي اشربه. طب ايه هي الحاجه اللي انا بحطها؟ الميه السخنه. يبقى هنا ماء ساخن، او الماء الساخن ده انا بسميه شروط التفاعل. بسميه ايه يا غالي؟ شروط التفاعل. صعب يا غالي؟ لا مش صعب. يبقى هو كسر المواد الموجودة في المتفاعلات لتكوين مواد جديدة تسمى نواتج، اللي هو الشيء اللي انا بشربه، في وجود شروط التفاعل اللي هي مين؟ المية السخنة. ده بقى اسمه مين؟ التفاعل الكيميائي. يبقى يلا نعرفه. هو كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات مين بقى؟ المواد المتفاعلة. المواد المتفاعلة. طيب ليه يا باشا؟ لتكوين روابط جديدة. ما انا هكسر القديم عشان اكون روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة ولا الناتجة؟ لا، انت هتطلع مواد جديدة، يبقى بين جزيئات مين؟ المواد الجديدة. ده بقى يا غالي اسمه التفاعل الكيميائي. صعبة؟ أظن سهل. كده خلصنا من مين؟ من أول عنصر، مفهوم التفاعل. نخش بقى على أنواع التغيرات. والله يا غالي أنا عندي أنواع التغيرات، عندي 2 من أنواع التغيرات. يبقى عندي كام نوع؟ ركز بالله عليك، استجيب القلم. عندي نوعين أنواع التغيرات. أنواع التغيرات. عندك كام نوع يا أستاذ؟ والله عندي 2. تغير
كيميائي وتغير فيزيائي. يا أستاذ يا التغير الكيميائي ده أنا خدت والله يا أستاذ التغير الكيميائي إن التغير بيكون في تركيب المادة، يعني التغير بتاع اللي هيحدث بيكون فين؟ في تركيب المادة. يعني تركيبة يعني تغير في خواصها كلها بتتغير. إنما الفيزيائي لأ، التغير بيكون فيها في الشكل بتاع المادة، يعني الخواص بتاعتها لا تتغير. طب هنا يا أستاذ طالما خواصها اتغيرت وتركيبها اتغير يبقى أكيد هتطلع معايا مواد جديدة، يبقى تكون مواد جديدة. إنما هنا لا يتكون مواد جديدة. طب ما ده طبيعي يا مستر، أنا عندي مادة اتغيرت في تركيبها يبقى خواصها اتغير عشان باظت يبقى هتطلع حاجة جديدة. زي تفاعل الاحتراق، هات ورقة واحرقها هتتحول من ورقة لرماد. هات بيضة واجليها حطها في الزيت أو السمنة، والله العظيم هتلاقيها اتحولت لبيضة بتاكلها. كده هي اتحولت من بيضة لا تصلح للأكل لبيضة تصلح للأكل، يعني خواصها اتغيرت. هل أنت تقدر ترجع البيضة اللي أنت جالتها في السمنة أو الزيت إلى بيضة أصلية تاني؟ والله ما حصل، والله ما حصل، ما تقدرش ترجعها. ليه بقى؟ لأن خواصها اتغيرت فهتكون لك مواد جديدة، ده اسمه تغير كيميائي. إنما التغير الفيزيائي قال لك لأ، زي طي الهدوم. شفت لما يبقى معاك هدوم وتتنيها وتحطها في الدولاب هي قاعدة زي ما هي هدوم، بس أنت بعد ما كان التيشيرت مفروض أنت طبقته، يعني غيرت في شكله، لكن تقدر ترجع التيشيرت تاني. مثال كمان زي ايه كده، مثلا لو معاك ورقة مسكت الورقة وقطعتها 15 حتة، والله العظيم هي قاعدة ورقة زي ما هي، بس كل اللي حصل فيها ان شكلها يتغير. بعد ما كانت ورقة كبيرة بقت ورقة صغيرة، لكن قاعدة زي ما هي ورقة ما اتحولتش، يعني الخواص بتاعتها قاعدة زي ما هي، يعني اقدر ارجعها تاني. صح ولا لا؟ ده اسمه تغير فيزيائي. صعب يا غالي؟ اظن انا شرحت بكل هدوء وبكل بساطة. اظن كده خلصنا العنصر الثاني انواع التغيرات، كيميائي وفيزيائي. ماشي حلو، ناخد رقم 3 معانا. رقم 3 انواع العناصر. انواع العناصر يبقى ده كان رقم 1، ده العنصر 2، ده العنصر 3. انواع العناصر. والله يا استاذ انا فاكر انا عندي نوعين من العناصر، عندي عناصر مستقرة بس خاملة، وعندي عناصر غير مستقرة بس نشطة. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ بالراحة يا حبيب قلبي. المستقرة الخاملة اللي هم الغازات الخاملة اللي هم مجمعين في كلمة هناك ذر، اللي هي كانت الهيليوم والنيون والأرجون والكريبتون والزينون والرادون، دي غازات خاملة، دول مستقرين. يعني ايه مستقرين يا مستر؟ يعني والله مش بيتفاعلوا ولا خالص يتفاعلوا، يعني مش بيفقد ولا بيكتسب. انا راجل معايا فلوس، ليه انزل اشتغل؟ اقعد واجيب ناس تشتغل في الشركات بتاعتي او في المحلات بتاعتي واديها فلوس كل شهر، وانا بيجي لي التحصيل زي ما انا قاعد في البيت كده مرتاح. يبقى انا كده مستقر
وخامل. يعني ايه خامل؟ يعني المستوى الاخير بتاعه، عفوا يعني ايه مستقر؟ يعني المستوى الاخير مكتمل بالالكترونات مستقر. يعني ايه خامل؟ يعني مش بيشارك في التفاعلات. صعبة؟ طب هو مش بيشارك ليه؟ لأنه مستقر، المستوى الأخير مكتمل بالإلكترونات. صعبة؟ تعالى هنا بقى. الغير مستقرة بس نشطة. نشطة يعني تتفاعل. نشطة يعني تتفاعل، زي الكلور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم كل ده. طب ليه غير مستقرة؟ يبقى أكيد المستوى الأخير اللي فيها غير مكتمل بالإلكترونات. طب يلا ناخد مثال. امسك يا عم هنا اهو النيون اهو، النيون 10. وزع، هتقول النيون اهو 10، هتقول 2 8 اهو، المستوى الاخير فيه 8. مستقر، مستقر ومكتمل بالالكترونات، يبقى خام. تعالى هنا امسك 1 مغنيسيوم 12، وزع 2 8 2 اهو المستوى الاخير فيه 2 مش 8. يعني هو عايز يوصل لحاله الاستقرار فهيفقد الاثنين دي علشان يبقى فيه 8. اول ما يبقى فيه 8 يبقى مستقر، بس هنا عشان يوصل للاستقرار بيفقد، فبيتحول لايون موجب. ليه ايون موجب؟ لانه هيفقد، لانه عنصر فلز. صعبه يا غالي؟ صعبه. كذلك زي الكلور، لو مسكت الكلور 17 ووزعت هتلاقيه 2 8 7. عايز يكتسب 1 على 7 علشان يبقى 8، فهيكتسب 1 يبقى هو عنصر لا فلز ويتحول لايون سالب احادي. سالب عشان لا فلز واحادي عشان يكتسب 1. صعب يا غالي؟ فده اسمه غير مستقر لان المستوى الاخير غير مكتمل. لكن نشط يعني يخش في تفاعلات عكس الغازات الخاملة. ده المستقرين عشان المستوى الأخير مكتمل، وطالما مستقر يبقى خامل لأنه مش هيشارك في التفاعل. يعني لا هيفقد ولا يكتسب، لا هيتعامل على إنه فلز ولا هيتعامل على إنه لا فلز. صعبة. وكده خلصنا يا حبيب قلبي العنصر رقم 3 أنواع العناصر. صعبة. عنصر رقم 4. ماله بقى العنصر رقم 4؟ اللي هو معرفة أو كيفية تحديد إلكترونات التكافؤ. تحديد إلكترونات التكافؤ. يلا يا عم نمسك عنصر زي الصوديوم. عندنا إيه أهو 11. وزع يا قلبي 1 2 3. ادي المستوى الأول كيف ياخد 2 8 يتبقى 1. أو الواحد ده جاي في الآخر مستوى، أو المستوى الأخير ده. المستوى الأخير ده إحنا بنسميه إلكترونات تكافؤ. بسميه إلكترونات تكافؤ. يبقى المستوى الأخير ده إلكترونات تكافؤ. صعبة يا غالي؟ طب ناخد كمان الألومنيوم 13 2 8 يا قلبي 3. يبقى والله إلكترونات التكافؤ في الألومنيوم 3 لأن المستوى الأخير فيه 3. صعبة يا قلبي؟ صعبة. والله سهلة يا مستر. ماشي. طيب حلو خالص. رقم 5 بقى دي مش هشرحها، اللي هي معرفة ازاي احدد الذرة المركزية. دي انا شرحها في فيديو هتلاقيه في وصف الفيديو باذن الله. شرحها في 4 دقايق بالظبط، 4 دقايق هتلاقي ازاي اعرف احدد الذرة المركزية اللي هي بتتكتب في النص. يعني لو معايا مثلا جزيئة زي المثال كده، المثال ده CH4 فبكتب سي وهنا اتش وهنا اتش واتش واتش، هذه اسمها ذره مركزيه. ليه انا بكتب دي بس في النص؟ ليه بكتبها هنا في النص؟ ليه هي اللي في النص؟ اسمها ذره مركزيه. هتلاقيه شرحها في فيديو سايبهولك في الوصف عشان الفيديو ما يطولش عليك.
تمام. يلا بقى نخش على رقم 6. ايه هو 6 بقى ده؟ مفهوم نموذج لويس النقطي. يلا نفهم بالراحة مفهوم لويس النقطي. ماشي، بالراحة بس عليا بالله عليك، بالراحة، وبالله عليك تركز معايا علشان أنا يا قلبي الفترة الجاية دي هنزلك فيديوهات كتيرة فيها تريكات كده، فيديوهات صغيرة، فتابع القناة. ماشي. والله يا غالي في واحد اسمه لويس، عالم اسمه لويس، اقترح طريقة مبسطة استخدم فيها النقط، يعني نقطة كده. ماشي. لتمثيل الإلكترونات، يعني شفت 3 إلكترونات دول، قال لك احنا هنمثلهم بنقط، هنمثلهم بإيه؟ بنقط. يبقى هو استخدم طريقة النقط لتمثيل إلكترونات التكافؤ اللي هي المستوى الأخير ده. ماشي. قال لك بحيث يتم إحاطة رمز العنصر بنقاط تمثل إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي. بمعنى أنت المستوى الأخير هنا في كام إلكترون؟ 3. يبقى والله العنصر ده حواليه في الآخر 3 نقط. فهمت؟ يعني أنت هتحوش الإلكترون وتمثله بنقطة، وتمثله بإيه؟ بنقطة. تمثله بنقطة. صعبة؟ لا مش صعبة. طب زي إيه كده؟ بالراحة ناخد مثال. لو أنت مثلا معاك عنصر زي الفلور أهو، هذا الفلور كان 9 الفلور ده. يلا نوزع. عايز توزع عادي وزع، عايز توزع بنات صعيدي وزع، اللي يعجبك اهو. 1s2، بعد 1s2s2، بعد 2s2b، هما 9، خدت 4 يبقى اتبقى لي 5. صعبة؟ لا مش صعبة. هنا بقى الكترونات التكافؤ كام؟ الكترونات التكافؤ اللي هي في المستوى الأخير. فين المستوى الأخير؟ أهو دول كام؟ 7. طب يا بص أنا هتلخبط، وزع كده يا عم. هو مش 9؟ وزع 2، هو 9 يبقى 2 7. أهو المستوى الأخير في كام؟ 7. فعلا دي 7 أهو. 7. صعبة؟ طب دول أوزعهم إزاي؟ قال لك بص بقى، هتوزعهم إزاي بقى؟ كده أهو، أدي الفلور. صعبة؟ مش صعبة. في كام إلكترون في المستوى الأخير؟ 7. خلاص، حوش الإلكترونات وحط مكانها نقط. أنت معاك 7 يبقى تحط 7 نقط، بس مش وبس، بطريقة مظبوطة. بص، 1 يبقى دي إلكترون، ادي 2 يبقى 2 الكترون، ادي 3 يبقى 3 الكترون، ادي 4 يبقى 4 الكترون، ادي 5 يبقى 5 الكترون، ادي 6 يبقى 6 الكترون، ادي 7. صدق بس كده، يبقى دي 7 الكترونات، 7 الكترونات ودي 7. يبقى ال7 الكترونات اتمثلوا ب7 نقط. يعني يا استاذ انت عايز تقول الالكترون بيتمثل بنقطه؟ مظبوط، هو ده اللي قال عليه لويس، فسماه نموذج لويس النقطي. النقطي. صعبه؟ مش صعبه. خد مننا القاعده دي بقى. عدد الكترونات التكافؤ اللي هو اللي في المستوى الأخير بيساوي رقم المجموعة. يعني والله لو معايا أنا في المستوى الأخير 7 يبقى العنصر ده واقع في المجموعة ال7. طب لو لقيته 2 يبقى واقع في المجموعة 2. طب لو واقع في 4 في 4 إلكترونات تكافؤ يعني يبقى واقع في المجموعة الرابعة. طب معايا هنا الألمونيوم كان فيه 3 يبقى والله واقع في المجموعة 3. إيه؟ صعبة؟ مش صعبة. ماشي. هي كمان قال لك الكلام ده كله بيساوي
عدد النقط. مش فاهم؟ يعني انت والله لو معاك الكترون واحد في التكافؤ، الكترون واحد في المستوى الاخير، يبقى واقع في المجموعه الاولى وتمثل بنقطه واحده، لان الالكترون هيمثل بنقطه، وعدد الالكترونات التكافؤ بيساوي رقم المجموعه، يبقى رقم المجموعه يساوي عدد الكترونات التكافؤ يساوي عدد النقط. طب يلا ناخد امثله تاني. ادي الاكسجين، الاكسجين ده 8 يا مستر. حبيب قلبي انت، وزع يا قلبي، وزع يا قلب اخوك. هوزع 2 من 8 يتبقى في 6 بس. والله 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 ده واقع في يد، واقع في المجموعة، مش مستاهل، مش المستوى الأخير في 6 اللي هو إلكترونات التكافؤ، يبقى والله واقع في المجموعة السادسة، وعدد النقط هيبقى 6. خلصت. طب يلا نرسم، هتلاقيني رسمت لك كده اهو. أكسجين في كام هنا؟ 6، يبقى دي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6 بس. خلصت، خلص على طول كده. صعبة يا قلبي؟ مش صعبة. ناخد واحد كمان. اللون ده 10، توزع 2 8 بس. يبقى ده ينجح فين بقى؟ في المجموعة التامنة؟ لا، ما اسمهاش المجموعة التامنة، اسمها المجموعة الصفرية، لأن ده غاز خامل يا ولد، يا ولد ده غاز خامل، ينجح في المجموعة الصفرية. لكن في كام إلكترون؟ 8، يبقى في كام نقطة؟ 8. يلا نوزع أهو. هادي النيون. حط يا عم ال8 نقط بتوعك. 1 2 3 4 5 6 7 8. فعلا ادي زوج وادي زوج يبقى ده 4، وادي زوج وادي زوج يبقى ده 4، يبقى 8. صعبة؟ والله ما صعبة، والله تاني ما صعبة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كده نبقى خلصنا برضو مفهوم لويس النقط. لويس نموذج لويس النقطي في مركب. ماشي. ازاي بقى؟ قال لك هنعمل حبة خطوات. أول حاجة نحدد الذرة المركزية. اوبا، ده انا كده بص لازم اروح اسمع الفيديو، لازم، وسايب لك الفيديو في لينك الوصف. حلو. ماشي. تاني حاجة بقى بنحسب عدد الكترونات التكافؤ. نحسب عدد الكترونات التكافؤ لكل عنصر. كل عنصر شوف الكترونات التكافؤ بتاعته اللي هي المستوى الأخير في كام إلكترون. طب رقم 3، اجمع العدد الكلي لإلكترونات تكافؤ المركب كله، مش العنصر، المركب كله. ما انت بعد ما عرفت كل عنصر فيه الكترونات تكافؤ كام، اجمعهم كله. صعبة؟ يبقى يلا 3 خطوات. ماشي. 4 بقى، نربط الذرة المركزية بالذرات، بس بروابط ايه؟ تساهمية. بس في شرط، كل نقطتين متقابلتين اما تمثل رابطة، كل نقطتين هيقابلوا بعض كده يمثلوا رابطة. يعني لو معاك نقطة هنا وجاي لها نقطة من هنا، ادي نقطة ودي نقطة، هعملهم كده خط كده اسمهم رابطة. حلو. يبقى انا عارف النقطة بإلكترون ونقطة تانية بإلكترون، يبقى الاتنين نقطة هيعملوا لي رابطة. صعبة؟ مش صعبة. ماشي. خلاص ماشي. طب الإلكترون مع إلكترون هيعملوا لي رابطة، أنا هسميه زوج من الإلكترونات، لأن نقطة مع نقطة، يعني إلكترون مع إلكترون.
يبقى 2 الكترون، يبقى هسميه زواج من الالكترونات. احنا بنعرفه بالرابطه، مع بعض كده الالكترونين يعملوا رابطه. حلو. اخر حاجه رقم 5 بقى، بنطرح عدد الكترونات الرابطه من العدد الكلي لالكترونات التكافؤ، ثم نوزع اللي باقي. ده مش هتفهمها غير لما نعمل اياها، غير لما نحل. رقم 6 بقى، الباقي من الالكترونات التكافؤ اللي قاعده بعد ما طرحت اوزعه على الذره المركزيه، بس هيتوزع على هيئه الكترونات غير مترابطه، يعني هيتوزع الكترونات حره. بص، لما الكترون مع الكترون يعملوا كده اسمها رابطه، اسمها رابطه. لكن نقطتين زي بعض كده اسمه زواج حر، يعني مش مرتبط. يلا ناخد امثله عشان الخطوات تفهمها بالراحه. لو معاك مثلا جزيء زي النشاده اهو، عايز اطبق عليها نموذج لويس النقطي، اعمل ايه؟ هنطبق الخطوات اللي قلنا عليها. اول خطوه نحدد الذره المركزيه. طب بحددها ازاي؟ اول حاجه جايه في الفيديو، بتاخد الاقل عدد من الذرات. انت هنا معاك 3 ذرات هيدروجين، لكن معاك واحده ان بس، يبقى الان هي اللي هتتكتب في النص، يعني الان هتتكتب في النص اهي بس كده. هيدروجين كام واحده؟ 3. صعبه؟ 3. كده انا عرفت ان النيتروجين هو ذره مركزيه لانه الاقل في عدد الذرات. ماشي، حلو. طب يلا نطبق بقى مين؟ نحسب عدد الكترونات التكافؤ. نحسب عدد الكترونات التكافؤ. امسك النيتروجين على جنب هنا واساله، انت نيتروجين عددك الذري كام؟ قال لك والله العظيم انا نيتروجين 7. وزعني 2 5. حلو. في كام؟ في 5. في كام في الكترونات التكافؤ؟ 5. يبقى اكتب هنا 5. حلو حلو. خد النيتروجين كام واحد؟ حفظ الهيدروجين كام واحد؟ هيدروجين 3. يبقى وزن الهيدروجين، الهيدروجين 1 1 هتوزعه في 1، بس 1 مضروب في 3 معايا 3 يبقى 3. اجمع عليها 3. يبقى معاك كام عدد الالكترونات بقى؟ اللي هي خطوه رقم 3. نجمع العدد الكلي 3 و5 يبقى 8. يبقى انا معايا كام؟ 8 الكترون. حلو. بالراحه بقى، بالراحه. هروح اوزع انا معايا كام اتش؟ 3. ادي واحده وادي واحده وادي واحده، ادي اتش وادي اتش وادي اتش. صعبه؟ مش صعبه. يبقى ده 4. نربط الذره المركزيه بالذرات برابطه تساهميه اهو. ادي الذره المركزيه مسكت في الهيدروجين بربطه تساهميه، هيدروجين بربطه تساهميه، هيدروجين بربطه تساهميه، عشان انا كان معايا واحده ان واحده ان، وهي الذره المركزيه اتكتب في النص. معاها 3 ماسكين فيها 3. بعد ما عملت كده الخطوه رقم 5 بقى، اما نعمل ايه؟ خطوه رقم 5 نطرح عدد الكترونات الرابطه من العدد الكلي. العدد الكلي بتاعك كان كام؟ 8. طب انا استخدمت كام؟ استخدمت ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. 6 يبقى استخدمت، يبقى كل اللي كان معايا 8 استخدمت انا 6. اطرح يتبقى معاك 2. خطوة رقم 6 بقى بيقول لك حط الباقي على الذرة المركزية، بس يكون على هيئة إلكترونات غير مرتبطة، يعني هحطه على هيئة زوج حر مش على هيئة رابطة. يبقى هحطه هنا 1 2 لأن النقطة بإلكترون. صعبة كده أهو. ده بقى اسمه زواج حر، اسمه زواج حر. انما اللي ماسكين في بعض دول اسمه زوج ارتباط، زوج ارتباط. صعب يا قلبي؟ والله سهل. وادينا عملت ده بقى اسمه شكل لويس النقطي لمركب النشادر. صعب. يلا بينا ناخد مثال تاني زي السي اتش 4. اول حاجه اعمل احدد الذره المركزيه، الاقل عدد ذرات. السي الاقل يبقى تي السي اللي هتبقى في النص، ومعها كام اتش؟ 4. 1 2 3.
خلصت. انا عملت كده. يلا بينا بقى نوزع. السي، ادي السي بكام؟ ب6. وزع 2 4. يبقى الالكترونات اللي في المستوى الاخير اللي هي الكترونات التكافؤ ب4، يبقى معايا هنا 4. هنجمع عليها 4 هيدروجين في 1 ب4، لأن الهيدروجين 1 1 بس مضروب في 4 يبقى ب4. هجمع عليها 4 يبقى 8. حلو. ماشي يا عم. يلا يا سيدي، أنا معايا 8 إلكترونات. أعد اللي أنا بقى رسمته. بص كده، السي دي ماسكة في 1، ادي 2 3 ادي 4، وادي هنا 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. تصدق مظبوطة؟ ليه؟ لأن الكربون رباعي التكافؤ آخره 4، يعني عايز 4 روابط، والرابطة ب2 إلكترون. الرابطة دي ب2 إلكترون، 1 2. طب هو في 4 روابط، يبقى عايز 8 إلكترونات، أدي 8 وأنا معايا 4 روابط في 2 ب8 إلكترونات. تصدق يبقى الشكل ده مظبوط؟ صعبة؟ والله سهل. يلا ناخد غيرها.